السلام عليكم ورحمة الله. معكم إياد الرضوان من صفحة أحلى مواقف الشطرنج وقناة أحلى مواقف الشطرنج في يوتيوب. راح نشوف اليوم وضع جميل وهو من روائع الأوضاع، ولعشاق الأحصنة خصوصا لازم تشوفوا هذا الوضع. الأبيض يلعب ويربح. وقف الفيديو إذا كنت بحاجة لشوية وقت وحابب تحاول. يلا خلونا نشوف الحل. هذا الوضع بنلاحظ انه الابيض عنده بيدق جاهز للترقية، ولكن بالمقابل الاسود عنده بيدقين جاهزين للترقية. فمثلا اذا رقى لوزير، الاسود ايضا رح يرقي لوزير. ومنلاحظ انه هذا الوزير ما عنده اي نقلة فعالة، ما عنده اي كش للملك، وبالتالي الابيض ما رح يمتلك المبادرة هون، والمبادرة رح تكون للاسود غالبا. فاذا اخذ الحصان راح يكون الأسود عنده مات ب 8 نقلات 7 نقلات أظن، 7 نقلات، وراح يخسر الأبيض. فإذا هون الأبيض ما عنده إلا يحصل على التعادل من خلال الكش المستمر. وهيك كش مستمر راح يصير في تعادل. إذا هذا أقصى شيء بيستطيع إنه يعمله الأبيض في حال رقى وزير. ولكن الأبيض عنده نقلة ذكية، هي ان اف 7 كش ملك اتش 7. والآن إذا رقى لوزير طبعا نفس الوضع، فراح يرقي لحصان. هلأ الأبيض مهدد بكشمات، فمثلا إذا طالع وزير في عنده كوين جي 5 وهي كشمات. كيف الأسود راح يمنع الكشمات هاي؟ طبعا لازم ياخد شوية وقت، فمضطر هو يكسب تيمبو على الملك ويرقي لحصان ايضا. ملك ب3، وايضا هون راح يكسب تيمبو تاني ويطالع حصان. ملك A2، والآن حصان F3، وحصان F3 براقب الخانة J5 وبمنع الكشمات من الحصان الموجود على الE6. هون الأبيض راح يلعب ملك ضرب حصان. طبعا نلاحظ في عنا 3 أحصنة للأبيض و3 أحصنة للأسود، وكل حصان مهدد بكشمات، وكل حصان من الأحصنة السود مراقب حامي الخانة اللي بده الحصان الأبيض يقول عليها كشمات. فصاحب التيمبو هو اللي راح يربح، لأنه الأسود راح إذا كان عليه اللعب راح يضطر يحرك واحد من الأحصنة، وبالتالي يترك خانة من الخانات اللي حامية، وبالتالي راح ياخد كشمات عليها. فبالتالي هلأ الأسود ما راح يحسن يحرك حصان، راح يلعب A2 وملك A2. والآن الأسود لازم يحرك حصان. طبعا الملك ما بحسن بتحرك، ما في عنده أي خانة. فمثلا إذا حرك الحصان بالجي 8 لوين ما كان راح ياخده في كشمات. كشمات. وإذا حرك الحصان هاد راح يكون في عنا كشمات من هون. وإذا حرك الحصان هاد راح يكون في عنا كشمات من هون. فإذا هذا هو الوضع. لازم الأول يلعب حصان اف 7، وبعدين يرقي لحصان، وصار مهدد بكشمات من 3 أماكن، والأسود لازم يراقبها كلها، وبالتالي راح يخسر بعد ما يخسر التيمبو وينحط بوضع زق زوانج، ويضطر انه يحرك واحد من الأحصنة ويترك الأبيض يقول كشمات. طيب إذا رقى حصان مباشرة بدون ما يلعب عفوا بدون ما يلعب ال NF7، الأسود عنده NE5، وهذا الوضع راح يصير ربح للأسود 100%.
هذا هو كان الوضع لليوم. شكرا للمتابعة، ونلتقي مجددا إن شاء الله.